في موضوع انا لاحظت ان هو بيتكرر معايا كتير لما اعمل كوتشنج سيشن لحد عشان يكتب الكتاب بتاعه. يعني رغم ان السيستم بسيط والسيستم بيبقى عباره عن ستيبس هو بيمشي عليها من اول الفكره بتجيله لحد ما يبقى عنده كتاب جاهز للنشر، الا ان في ناس بتبقى متحمسه جدا في الاول وبلاقيها ماشيه بخطوات ثابته وخطوات قويه وببقى متوقع ان الكتاب بتاعهم هيطلع ويكسر الدنيا، لكن بعد فتره بسيطه الاقيهم فجاه توقفوا عن الكتاب. بصراحه لقيت ان في موضوع بيتكرر مع كل الناس دي، وهو ان هو ما بيبقاش محدد كويس ليه هو عايز يكتب الكتاب بتاعه. سواء انت بقى بتكتب كتاب او بتعمل اي هدف في الحياة بتاعتك، مهم جدا تبقى محدد السبب بتاع الحاجة اللي انت عايز تعملها دي، او اللي هي بنسميها باور اوف واي. عادة انت عشان توصل بقى للسبب الرئيسي، لان بيبقى فيه سبب سطحي وبيبقى فيه سبب عميق شوية، كل ما تعلى اكتر وتقعد مع نفسك تعمل برين ستورمنج كده مع نفسك وتحدد ايه السبب اللي انت بتعمل الحاجة، كل ما انت لما توصل للجذر الاساسي او السبب الرئيسي، وقتها يبقى بالنسبة لك الموضوع سهل انك توصل له وانك تحقق الهدف اللي انت عايز تعمله. يعني مثلا في المثال بتاع كتابة الكتاب، ممكن واحد يسأل نفسه انا ليه عايز اكتب الكتاب ده؟ ممكن اول فكرة خالص تيجي في دماغه ان انا مثلا عايز اكسب فلوس من الكتاب ده، او انا عايز انشر عندي خبرة عايز اشاركها مع الناس، او ان انا مثلا عايز ابقى مشهور بقى والناس تشاور عليا تقول الكاتب المعروف اهو. بس غالبا ما فيش اي حاجة من اول فكرة كده بتيجي في دماغك ما بيكونش في اي حاجة منها هي السبب الرئيسي. غالبا هتلاقي سبب اساسي ورا السبب ده. يعني لو خدنا المثال ان واحد عايز يكسب فلوس مثلا من الكتاب بتاعه، يسأل نفسه ليه انا عايز اكسب فلوس من الكتاب بتاعي؟ هيقول مثلا عشان الفلوس دي تساعدني ان انا اعيش عيشة افضل. طب ليه عايز تعيش عيشة افضل؟ يسأل نفسه تاني ليه عايز اعيش عيشة افضل؟ اقول مثلا عشان ابقى مستمتع بالحياة بتاعتي واحقق مثلا الرسالة اللي ربنا طالبها مني او الرسالة اللي انا المفروض احققها في الارض. فكل ما يطلع اعلى كل ما يوصل لحاجات اعمق. غالبا كل ما يطلع اعلى وكل ما يوصل للسبب العميق، كل ما هيكون السبب ده بعيد عن الحاجه الشخصيه او الحاجه السطحيه، وكل ما هيكون مرتبط بغيره من الناس. يعني ممكن السبب ان هو عايز يكسب فلوس من الكتاب ده مثلا يعني ان هو عايز يشوف ولاده في احسن حاجه ممكنه، او ان هو يكون شايف ولاده يعني اكتر ناس ناجحه بعد كده في الحياه، وده مش هيتحقق في نظره غير لو هو بيكسب مبلغ معين والمبلغ ده يصرف بيه عليهم، وهكذا بقى. فلو انت بتكتب كتاب وحسيت في اي فترة من الفترات ان انت حصل لك رايتنج بلوك او الحماس بتاعك خلاص وقف، وقتها راجع الواي بتاعتك وشوف انت اصلا كنت بادئ الموضوع ليه.